الفيديوهات دي ممكن تكون سبب إنك تبدأ ترند جديد ومختلف يجيب لك ملايين المشاهدات، بتعتمد على صور حيوانات عادية بس بأسلوب جديد ومختلف، والأقوى إن النوع ده من الفيديوهات بيحقق نمو سريع جدًا وفي قنوات وصلت لمئات الآلاف في أيام قليلة، لإنه محتوى مختلف وبسيط والمشاهد بيحبه. النهارده هاعلمك خطوة بخطوة إزاي تعمل نفس الفكرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية تمامًا ومن غير أي خبرة، فركز معايا للآخر عشان التفاصيل الصغيرة هي اللي بتفرق في النتيجة. ولو مهتم بصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي اعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول خطوة تروح تفتح شات جي بي تي سواء من على الكمبيوتر أو من على الموبايل، وهتيجي هنا من على الجنب هتضغط هنا بالشكل ده تفتح القايمة دي، هتدور على اكسبورت شات جي بي تي اس هتلاقيها، هتضغط عليها بالشكل ده. هتفتح معاك بقى الواجهة اللي انتوا شايفينها دي، لو ملقيتهاش هتلاقي هنا كلمة التطبيقات وبعدين هتلاقي هنا النماذج، هتفتح معاك نفس الواجهة دي. هتيجي هنا وهتكتب له الجملة دي الخاصة بالنوع ده من المحتوى، هسيبها لك تحت في الكومنت المثبت. هتلاقيها ظهرت معاك أول واحدة هتضغط عليها هتفتح لك الواجهة دي كده بالشكل ده. هتضغط تحت على start chat أو ابدأ دردشة، هتلاقيه بقى فتح معاك الواجهة اللي هنجهز منها البرومتات بتاعتنا. من هنا بقى هتقدر تكتب أي حاجة أنت عايزها، أي حيوان في دماغك هتكتب هنا أي حاجة أنت عايزها، وهتلاقيه كمان مديك كذا اوبشن. أنا كتبت له كات قطة، تمام، هتلاقيه هو مديك كذا اوبشن تقدر تختاره وبعدين هتدوس هنا. خلال ثواني بقى هتلاقيه عمل لك البرومتات الخاصة بالحيوان اللي أنت كتبته، وهتلاقيه عامل لك prompt بخلفية لونها أخضر وprompt بخلفية لونها أزرق، وهتلاقيه عامل لك بقى كذا prompt مش prompt واحد. فأنا بقى هاجي هاخد الprompt اللي بخلفية لونها أزرق، تقدر بقى تعمل الprompt اللي أنت عايزه. هاخده copy بالشكل ده وهنروح بقى عشان نحوله إلى صور وفيديوهات. الموقع التاني اللي هنستخدمه هو موقع كروك، هو مجاني بالكامل وبيطلع quality حلوة أوي. هندوس على image هيفتح معانا الواجهة اللي انتوا شايفينها دي. هننزل تحت هنا وهنيجي من على الجنب هنا بقى عشان نضبط الإعدادات، وهنختار image إن احنا هنعمل الأول الصور بتاعتنا، وبعدين بقى هنيجي هنا وهنختار المقاس اللي انت عايزه. هتلاقي عندك متوفر جميع المقاسات، انا هختار مقاس الشورتست من 9 إلى 16، تمام. وبعد ما بتختار المقاس هتيجي هنا وتعمل له بيست بقى للبرومت اللي انت لسه واخده من شات جي بي تي، هتعمل له بيست بالشكل ده وبعدين هتضغط على السهم هتلاقيه طلع معاك 4 صور بشكل احترافي. ازاي تبدأ بقى تاخد الصورة اللي انت عايزها وتضغط عليها، تختار بقى الصورة اللي انت حاببها. انا عجبتني الصورة دي فهضغط عليها بالشكل ده، تمام، وهبدأ بقى ان انا هنزلها زي ما احنا شايفين كده من خلال السهم ده، تمام. هتبدأ انها تنزل معاك على الجهاز بكل سهولة. هنعمل بقى الخطوة الجاية، هنرجع بقى لشات جي بي تي، تمام، وهنرجع تاني للصفحة الرئيسية وهنيجي تحت عند اكسبورت شات جي بي تي اس عشان يفتح لنا الواجهة دي، وهنيجي هنا وهنكتب له الجملة دي عشان بقى هنحول الصورة دي إلى فيديوهات، تمام. وهتظهر معانا برضه أول حاجة هنضغط عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هنضغط ستارت شات هيفتح بقى معاك الواجهة دي. تعمل بقى اللي انت عايزه، يعني انا هقول له دلوقتي انا عايزة الكات ان هو ياكل شريحة من اللحم، تمام. هتلاقيه برضه مديك كذا اوبشن فوق وهوريك ازاي تقدر تستخدمه. بعدين هتبعتها له هتلاقيه دلوقتي بدأ ان هو يعمل لك كذا برومت مش برومت واحد، تمام. تقدر بقى تعمل ان هو الحيوان ده تعمل له ان هو عايز ياكل اي اكل او اي حاجة انت عايزها تقدر انك تكتبها له وهتلاقيه ان هو بدأ يعملها لك. هاجي مثلا كده هاخد البرومت اللي انا عايزاه هدوس هنا وكده اصبح معايا نسخة منه كده انا خدته كوبي، تقدر انك تحدد عليه. بعد بقى ما بتاخده كوبي بالشكل ده هترجع تاني على موقع جروك وهتدوس هنا عشان تثبت الصورة معاك، وبعدين هتمسح بقى برومت الصورة كده وهتحط هنا البرومت بتاعنا الجديد اللي احنا لسه واخدينه كوبي، هتحطه بالشكل ده بيست، وبعدين ما تحطه بيست هتضغط هنا على السهم. واحنا عملنا الخطوة دي عشان الصورة تتثبت معانا. خلال ثواني بقى هتلاقيه بدأ ان هو يعمل لك الصورة الجديدة زي ما احنا شايفين كده، طالعة الصورة بشكل احترافي جدا. هتيجي عشان تحولها فيديو هتضغط هنا بالشكل ده على علامة الفيديو، هتلاقيه طلع لك الفيديو بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده. تعالوا كده نشوفه مع بعض تعمل ازاي. احنا شايفين كده طالع باحترافية بدون علامة مائية، بجد تحفة أوي. هتيجي عشان تنزله بتضغط هنا وينزل معاك بكل سهولة. هتعمل بقى كل فيديوهاتك على نفس النظام ده بكل سهولة ومواقع مجانية وبخطوتين بس، مش محتاج أي حاجة تاني. مثلا نعمل صورة تاني، رجعت على شات جي بي تي وهكتب له برضه نفس الجملة الخاصة بالمحتوى، هتلاقيها ظهرت معايا أول واحدة، وهضغط على ستارت شات بالشكل ده هيفتح معاك الواجهة دي. هنختار بقى هنا الدوج كده، هضغط عليها بالشكل ده من غير ما اكتب له حاجة، انا بس ضغطت عليها من الاوبشنات اللي هو مديها لي. بدأ ان هو يكتب لي كذا برومت اهو زي ما احنا شايفين. هختار برضو تختار البرومت اللي انت عايزه، فانا هختار البرومت ده وهاخده كوبي، وبعدين هرجع على موقع جروك تاني. يعني انت بتسيب الصفحة مفتوحة وبعدين بتحطه هنا بيست وبتضغط هنا، هيبدأ بقى ان هو يعمل لك 4 صور بشكل احترافي ما بياخدش وقت جد خالص. وزي ما احنا شايفين كده الصور طالعة بشكل احترافي ازاي. بتيجي تختار بقى الصورة اللي انت عايزها وبتبدأ انك ايه
تضغط عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هتفتح معاك بقى الواجهة دي طالعة بشكل احترافي، هتيجي عشان تنزلها من هنا هتنزل معاك على الجهاز، هترجع تاني بقى لChatGPT وهتيجي برضه من هنا هتلاقيه مديك كذا option فأنا ضغطت عليه بس يعني ما عملتش أي حاجة غير إن أنا ضغطت عليه، هتلاقيه بدأ إن هو يعمل لك كذا prompt تقدر بقى تعمل اللي انت عايزه وتكتب بالعربي عادي ما فيش أي مشكلة، هاجي بقى هاخده copy كده بالشكل ده من هنا، وبعدين هارجع تاني بقى على موقع جروك تقدر تاخد أي prompt من هنا أو تعمل كذا فيديو عادي، هارجع على موقع جروك وهاضغط هنا علشان الصورة تتثبت معايا، وهاقوم ماسحة بقى الprompt بتاع الصورة بالشكل ده، وبعدين هاعمل له paste للprompt بتاعي الجديد اللي لسه واخداه من ChatGPT، وبعدين هاضغط هنا، وخلال ثواني بقى هتلاقيه بدأ إن هو يعمل لك الصورة يحولها إلى الكلب وهو بياكل قطعة اللحم، تقدر تعمله إن هو بياكل أي حاجة، وهتضغط هنا هتبدأ تتحول لك إلى فيديو خلال ثواني زي ما احنا شايفين كده بشكل احترافي بجد تحفة أوي ومحتوى جميل جدًا وبيجيب مشاهدات عالية، زي ما احنا شايفين كده طالع بشكل احترافي وكمان طالع بمؤثرات صوتية، فدي ميزة حلوة أوي في موقع جروك بجد تحفة، هتيجي تضغط هنا هينزل معاك على الجهاز بكل سهولة، تقدر بقى تعمل كذا فيديو زي ما انت عايز وتبدأ إنك تجمعهم وهاوريك ازاي تجمع الفيديوهات دي كلها جنب بعض لو انت عايز مدة أطول من الفيديوهات، تروح تفتح أي برنامج مونتاج عندك وأنا هنا باستعمل CapCut وتبدأ تحمله بقى كل الفيديوهات اللي انت عملتها وتبدأ إنك تسحبها على الtimeline كده جنب بعض عشان تطول مدة الفيديو، يعني لو حابب تعمل مثلًا يعني مشهد كبير مش عايز مشهد صغير يكون 7 ثواني، تقدر بقى إنك تحط المشاهد كلها كده جنب بعض بكل سهولة، وكده هيبقى بقى معاك مشهد كبير، وهاوريك دلوقتي ازاي تقدر إنك تضيف حاجات من CapCut مجانية، يعني CapCut مجاني وتقدر إنك تستخدم Canva لو عندك، هتيجي هنا من فوق تدوس على effect تقدر بقى إنك تستخدم الإفكتات ما بين الفيديوهات بحيث إنك تعمل انتقالات كده بسيطة بتدي شكل حلو، أي حاجة عليها علامة زرقا دي اللي مش هتقدر تستخدمها، وهتلاقي حاجات كتير أوي أنا باستخدمها من غير العلامة الزرقا دي تقدر تستخدمها بشكل مجاني، ولو دوست هنا برضه هتلاقي حاجات كتير أوي تمام مجانية تقدر إنك تستخدمها بحيث إنك تعمل ما بين المشاهد كده حركات لذيذة، هتيجي هنا لو حابب تضيف أي موسيقى كده الفيديوهات فيها مؤثرات صوتية وتبدأ بقى ترتب دنيتك هنا وتدوس على export وهيتصدر معاك بكل سهولة على الجهاز، عجبك الشرح متنساش تعملي لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم صناعة المحتوى وال AI وتشارك الفيديوهات مع صحابك.